يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا، دي قناتي، وان شاء الله النهارده بقى روتين جديد كده وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، بقى رمضان قرب وكده، فهنبدا ان شاء الله مع بعض كده نعمل شويه تنظيفات كده عشان خاطر رمضان يعني. وباذن الله ان شاء الله الفيديوهات الجايه كده تعجبكم. وقبل ما ابدا في اي حاجه عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وبجد بشكركم جدا على تفاعلكم ودعمكم والكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه واللايكات اللي انتوا بتحطوها لي. لان هو ده يعني اللي الواحد بياخده من اليوتيوب فعلا، الناس الحلوة والصحبة الحلوة والناس اللي تحبك من قلبها. وبجد بجد انتوا احلى اخوات واحلى عيلة. يا ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. تعالوا بقى نسمي الله كده ونبدأ يومنا ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بقى يومنا كده. طبعا انتوا عارفين بقى انا ببقى صاحية من بدري وعملت حاجات كتير الصبح، وهو ده بقى ايه. وشربت النسكافيه بتاعي وقعدت كده شوية اللي بقعدهم مع نفسي. بيفرقوا معايا جدا يا بنات، والله العظيم جربوهم هيفرقوا في نفسيتكم جامد. على فكرة هي عاملة زي اليوجا كده، انتوا عارفين. يعني اليوجا بتقعدي كده لوحدك في صفاء، ما بتفكريش في حاجة. انا بصراحة بفكر في حاجات، بس بفكر في حاجات برضو يعني انا عايزة افكر فيها. بفكر في اولويات، بفكر في مسؤولياتي، بفكر انا عايزة اعمل ايه في يومي. فيعني ايه، هي مش يعني هي شبه اليوجا في ان انت قاعدة لوحدك مفيش دوش حواليكي بس كده. انما في التفكير وكده لا، هو مش صفاء قوي يعني، لان انا بفضل افكر يعني في حاجات كتير. فبدأت كده يومي والحمد لله، وقلت ادخل المطبخ اتوكل على الله. كنت ناوية اليوم ده اعمل البوتاجاز، لان انا كنت قبلها بالليل مشغله الغساله وحطيت الشفاط كده زي ما انتم شايفين. قلت اغسله كده بالمره في الغساله، وما حطيته زي ما انتم شايفين برضو. وبشاور لكم على على هو البايركس ده ما اتغسلش كويس بسبب الشفاط. بس هو كده كده كان انا عارفه ان هو هيطلع كده، لان انا كنت شاويه فيه فراخ ويعني ايه والبايركس بيبقى لازق شويه، فممكن بياخد مني مرتين غسيل لما بيكون يعني محروق قوي، او الحاجات اللي فيه محروقه قوي. طبعا أنا كنت عملت معاكم الشفاط قبل كده. اللي عايز يرجع يعني للخلطة اللي هي بتاعة الشفاط اللي هي اليدوية، يعني هي بسيطة جدا. احنا كنا عاملين مع بعض كربونات وعاملين صابون سائل وشوية خل، وبنعملهم كده زي العجينة. يعني ما بتخلوش المقدار خفيف قوي، لا بنخليه كده زي العجينة وبتسيبوه 5 دقايق كده، الدنيا بتبقى زي الفل. انتوا عارفين طبعا اللي متابعني من زمان، انا مش بستخدم اي منظفات نهائي، ما بشتريش منظفات. انا كل اللي بستخدمه كربونات وملح ليمون والخل في كل تنظيفات البيت عندي، وخاصة المطبخ والحمام. طيب تعالوا بقى بينا هنا نشوف انا عملت ايه. انا كده كنت عايزه اغسل كده الكوش بتاعه البوتاجاز دي وعيون البوتاجاز. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، الموضوع ده خلطه جباره يعني. زي ما انتم شايفين كده، الليمون اللي انا بستخدمه في الاكل بعصره يعني، وكده ببقى حوشه في برطمان وبغليه على النار، وباخد الميه بتاعته. وبقى يعني بعمل بقى حاجات كتير في المطبخ. انا كنت شاركت معاكم الموضوع ده قبل كده. فبجد بتفرق قوي في التنظيف. الليمون انتوا عارفين بقى ان هو بينظف كويس. فانا كنت اخدت العيون اللي هي الالومنيوم دي، وحطيت كده عليها كربوناتو وشويه كده من الخل وايه، وسبتهم كده يعني ايه يتنقعوا فيه شويه. وقلت اما اروح اعمل البوتاجاز نفسه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه يعني. يعني كل واحد عارف قدر نفسه وقدر صحته، ويعني على قد تعبك انت عارفه انت هتتعبي قد ايه، او صحتك هتتاثر لما تتعبي قد ايه. انتوا فاهمين قصدي؟ يا رب تكونوا فاهمين، مش عارفه اوصلها لكم ازاي. بس كل اللي عايزه اقوله لكم ان يعني ما تجيش على نفسك قوي. يعني انا بشوف ناس بصراحه بتأفور في الموضوع وبتفكفك البوتاجاز ده حته حته والله ما هي مستاهله خالص، يعني الدنيا بسيطه خالص. ف يعني ايه، خلوا الامور كده حلوه علشان خاطر صحتكم
صحتكم برضو، ما انت هتقعدي تنضفي وتفكفكي وتعملي بس في الاخر بتخسري صحتك. فاحنا يعني خير الامور الوسط، يعني لا نبهدل نفسنا قوي ولا نسيب الدنيا بايظه خالص. فانا بصراحه من يعني ايه، بحب كده التنظيف على الهادي، يعني مش ان انا يعني باجي على نفسي قوي، وخاصة ان انا يعني بحب انظف في التوقيت بتاع الصبح، وباقي اليوم ده مش هاخده كله تنظيف، لان انا ورايا حاجات كتير ومسؤوليات كتير. فمش بعرف ان انا يعني ايه اخد اليوم كده تنظيف بقى، هدخل اوضه وافكفك السراير، ولا هدخل المطبخ وافكفك البوتاجاز والكلام ده كله، لا خالص. يعني ايه كل واحد كده يعني يعمل على قد صحته، وحاولي ما تنوي خلاص ان انت هتنضفي، ان انت تقسمي المسؤوليات بتاعتك. لان يومك هيبقى فيه مثلا لسه هتعملي غدا، ولسه فيه ولاد، وفي لسه فيه مذاكره، ما احنا مش يعني، ولسه في وقت لنفسك ان انت تقعدي برضو تقعدي كده تريحي، ما هو مش حياتنا كلها تنظيف في تنظيف يعني. بيضحك عليك اللي بيقولك ان انت اقعدي ليلك ونهارك تنضفي، لا خالص، يعني انتوا فاهمين قصدي، يا رب تكون بس المعلومه وصلت لكم. بس عايزه اقول لكم هنا بس كده، انا باخد كده شويه كده من الصابون السائل. البخاخة يا بنات، البخاخة دي اللي فيها مية الليمون، وبحط فيها شوية كده من الصابون السائل ده، وشوية خل، وممكن احط شوية كربونات، وبس على كده. وزي ما انتوا شايفين كنت ما حطيت الخل والكربونات ورشيت عليها شوية بس، يعني هو ده كل اللي انا بعمله. وبجيب بقى اللي هي السلكة الحلوة بتاعتي دي، عارفين السلكة اللي هي مش السلكة المصري العادي، لا السلكة الحديد اللي بتبقى الحديدة الجامدة دي، بدعك بها كده. والحمد لله رب العالمين بيدينا نتيجة كويسة، والدنيا بتبقى نظيفة وزي الفل. يعني انا مش عايزة اكتر من كده نتيجة يعني. فبجد كده جربوا الموضوع ده، وانتوا ان شاء الله هيعجبكم خالص في التنظيف بتاع البوتاجاز. طبعا اللي هي في المواعين دي يا بنات، دي اللي هي بتبقى في الحوض، طبعا الليفه بغيرها كل اسبوع، فطبعا مش هرميها والله، هي يعني مش بتبقى متبهدله قوي، فبعينها كده اعمل بها الحمام، اعمل بها الحوض بتاع المطبخ. كده يعني اعمل بها كده زي ما انتوا شايفين، لو في تنظيفات ولا حاجه، خاصه لو انا بغسل اللي هو السيراميك بتاع المطبخ بتاعي ده حجري، فطبعا مش بعمله خالص بالسلك، فبعمله كده بالليف ده زي ما انتوا شايفين كده، فبستخدمه في الحاجات دي بس. لو انت سيراميكك حجر زي حالاتي كده، اوعي تحط عليه سلك، لانه بيبقى وحش جدا، وبيطلعه كده وبيبقى لونه اسود، فبيبقى وحش قوي. طيب انا بقى جيت هنا يا بنات، جبت بقى اللي هي اللي هو النحاسي ده، القطع النحاسي دي، فبحط ملح ليمون، انا بزود على هنا ملح ليمون، بس ما تحطش ملح الليمون في البتاع الالمونيا الاولانيه دي، الخلطه الاولانيه دي ما تحطش فيها ملح ليمون. هتطوصلك اللي هو ايه الكوش دي، ولا بيقولوا عليها ايه والله ما اعرف، في البتاع اللي هي الالمونيا دي. كمان ما عايزه اقول لك في ناس بتلف ورق الومنيوم على البتاع اللي هي الكوشه اللي هي الالومنيا دي، فده طبعا مش حلو خالص، لان ساعات بتلزق وبتبهدلك بقى لما بتيجي تطلعيها، فالموضوع مش مستاهل. زي ما اتفقنا كده، لو ايدنا في البوتاجاز يعني بعد الاكل كده، كل يوم بعد ما نظفت المطبخ بعد الغدا وكده، يعني حبة صابون كده هتغسلي بيهم البوتاجاز بتاعك، او اعملي بخاخة زي اللي انا كنت قايله لكم عليها دي، اللي فيها مية الليمون و... والكربوناتو وشوية بريل وشوية خل، واملي الباقي مية. عايزة اقولك بتخلي البوتاجاز بيبرق والله العظيم، والحيطان يعني حوالين البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان برضو ان التنظيفه دي يعني مش تنظيفه عميقه ولا حاجه، بس انا قلت هبدا كده ايه واحده واحده، انا على مهلي يعني، هعمل واحده واحده. فانا بصراحه اليوم اللي قبله كنت ما حطيت الشفاط يعني يتغسل في الغساله، كنت مشغله الغساله بعد الغدا، فقلت عايزه ابدا بقى الصبح، فكنت عملت بالليل اللي هو الشباك بتاعي، وقلت الصبح ايه ابقى اكمل بقى، اخد البوتاجاز كده بالمره. وكده يبقى يعني ايه خلصت من حاجه، لان بصراحه البوتاجاز كنت عايزه اعمله بقالي فتره، بس كنت مكسله، فقلت ايه هتشجع معاكم كده واصور. انا عارفه يا بنات ان انا يعني بقيت اتاخر عليكم في الفيديوهات، والله العظيم معلش اعذروني، لان انا في البيت انتوا عارفين انا اللي بقعد مع اولادي، يعني انا اللي باسسهم وكده، وانا اللي بذاكر معاهم. فالموضوع فعلا يعني مرهق جدا، وانتوا عارفين يعني
لسه من شوية كان مصطفى حسني حد بعت له سؤال، واحدة يعني بتقول له انا كنت عايزة يعني اشتغل وكده وخايفة لاجي على البيت والولاد فقال لها البيت والولاد ده فرض عليكي، يعني لو قصرت فيه يعني ربنا نتعاقب من عند ربنا. انما الشغل اختياري، ده حاجة انت اختياري، هتاخدي عليها ثواب لو انت بتساعدي في البيت وكده، بس هي بتبقى اختياري. انما اللي هتتعاقبي عليه هو يعني ايه، يعني تربيتك للولاد واهتمامك بالبيت ومتطلبات البيت وكده. فوالله يا بنات غصب عني اعذروني فعلا. انا فعلا انا اللي مش بودي دروس، انتوا عارفين، فانا اللي بقعد مع ولادي الاتنين. عندي ابني ده لسه يعني بيبتدي وبيتأسس، فانا اللي بقعد معاه، وبنتي يعني في جريد 1، فانا اللي بشتغل معاها برضو. فانتوا عارفين بقى اللي والله العظيم يعني فعلا فعلا في لود كده عليا. وبحاول ان انا ما اتاخرش، بس للاسف مش عارفه زي الاول، يعني حاسه كده، عارفين مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس بجد في ضغوطات جامده جدا عندي في البيت. فما بقتش عارفه ان انا اصور زي الاول او ان انا انزل زي الاول. فانا بقى بعتذر منكم، يعني انا عارفه ان انتوا يعني بتحبوني وكده، وعارفه ان انتوا يعني ايه هتتقبلوني كده على عيب. انا عارفه ان اساسا اليوتيوب مش عايز اصلا ان انتوا تقعدي فتره طويله كده ما تنزليش، يعني هو عايز، والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان القناه بتاعتي واقعه خالص. بس كل اللي انا يعني انا مش عايزه اخلي الحاجه اللي انا بحبها تبقى حمل عليا او لود عليا. انا ببقى نفسي وحابه ان انا اقوم اصور وان انا انزل وان انا يعني اتكلم كده معاك وكل حاجة. بس الوقت يا بنات، يعني هو الوقت انا كنت الاول كنت مع بنتي، بس الوقت بقى بنتي وابني، فالاتنين مذاكرة في اليوم مع شغل البيت مع متطلبات مع حاجات كتير كده، حبيت حاجات كده فوق بعض زي ما بيقولوا. فالدنيا فعلا يعني ايه، عايزه اخد، هيبقى في وقت كده لما اخد على الوضع. بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كده هحاول ان شاء الله ما اتاخرش عليكم، لان انا فعلا اليوتيوب ده انا بحبه. بحب الحاجة اللي أنا بعملها، بحب التصوير، وانتوا عارفين أنا داخلة أصلا بحب التصوير. أحب أمنتج كده، أقعد أمنتج وأعمل حركات والحاجات دي. يعني حتى من أيام ما كنت في الجامعة كنت في برنامج كده بتاع الفوتوشوب اللي كان على على اللاب معايا، فكنت أحب أقعد كده وأقعد أعمل حاجات حلوة من كده. فان شاء الله ان شاء الله يعني ايه ما تزعلوش مني، وانا بعتذر منكم طبعا ان انا بتاخر، بس والله ان شاء الله الفتره الجايه يعني يبقى في تحسن كده وابقى انزل على طول. زي ما انتوا شايفين قعدت اتكلم كده وارغي وخلصت البوتاجاز، وزي ما انتوا شايفين النتيجه. والله العظيم يا بنات نتيجه حلوه. جربوها كده وان شاء الله جربوا الكربونات، ودي حلوه قوي مع الخل في اي حاجه في المطبخ. يعني ما الدنيا مش مستاهله دلوقتي ان انت تعملي لود على نفسك في منظفات. يعني انا بحاول، اصل انا لو جبت منظف سترس او ايا كان وجيت رشطهولك على على البوتاجاز او كده، انت ما استفدتيش مني بحاجه. فانا عايزه افيدك بحاجه تعملها في البيت عندك ما تكلفكيش، وفي نفس الوقت تديك نتيجه ترضيكي. فانا النتيجه الحمد لله الكربونات وميه الليمون والحاجات دي، فهي عاطيه معايا نتيجه وانا مبسوطه بيها، فقلت اشاركها معاكم. يعني لعل كده ان هي تفيدكوا وكده، وعايزه منكم دعوه حلوه بقى لما تجربوا الحاجات بتاعه البوتاجاز دي. بس بالامانه الملح الليمون يا بنات على اللي هي العيون النحاس دي، هي بتلمع وكل حاجة. بس طبعا أول ما هتشغلي النار مرة اتنين تلاتة هترجع زي ما كانت، انت فاهمة قصدي. بس هي بتبقى فرحة بقى التنظيف وان هي متنضفة، وزي ما انت شايفة بإيدك ان انت ترجعي بوتاجازك يعني شكله جديد تاني بحاجة بسيطة. يعني هو بس عايز دعكة حلوة كده بالسلكه اللي هي الحديد دي، ويرجع زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده، كنت رحت بقى قفلت بره الشباك، كان الهوا صعب، وكنت عامله كده الغرفه بتاعتي، فروحت بقى ايه ظبطتها كده بسرعه، وقلت بقى ادخل اعمل لهم حاجه حلوه كده واشاركها معاكم. عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي خطيره. ان شاء الله من غير بيض، هنعمل وصفات من غير بيض. المقادير يا بنات عندكم اهي على الشاشة. فانا حطيت كده الدقيق ونزلت عليه برشة الملح والبيكنج باودر
واللي هو السكر البودر وكل حاجة، كل المواد يعني الجافة فوق بعض كده وقلبتهم. ريحة الكحك يا بنات لو مش متوفرة عندك استعوضيها بفانيليا. بس اليانسون المطحون هيدي طعم حلو في الوصفة دي. وحطيت كده الزبدة وبدأت ان انا اعملها كده على ايدي لحد ما تبقى عاملة معاكي كده زي الرمل. بجيب هنا بقى ده لبن جوز الهند طبعا. احنا اتفقنا، انا قلت يعني عملته معاكم قبل كده، وانا بعمل بيه الحلويات وبعمل بيه المعجنات، خلاص انا بقيت استخدمه في كل حاجة بصراحة. موفر جدا، موفر للبن اللي هو الحليب العادي. وبيدينا نتيجة حلوة على فكرة. فانا كده عجنت بيه لحد ما لميت العجينه، بس اهم حاجه ما تعجنيش اللي هو العجن، لا لميها بس كده باطراف صوابعك، يعني ما تعجنهاش زي القرص او الكلام ده. طبعا هاخد منها حته صغيره واحطها في الفريزر. وهرجع كده اجيب الزبده بتاعتي وادهن الصينيه اللي انا هفرد فيها العجينه التانية. وجبت كده طبعا دي العجوه يا بنات اللي احنا عملناها سوا. عايزه اقول لكم انا خلاص يعني العجوه دي خلاص بصراحه تحفه تحفه، لازم تجربوها والله العظيم يا بنات هتعجبكم جدا. واحنا في الاول وفي الاخر يعني ايه بنتعلم من بعض، او يعني اللي بيشوف حاجة وبيجربها وبتطلع كويسة بيجي يقول لي التاني عليها. يعني احنا هنا بنستفاد من بعض، يعني انا بستفاد منكم وانتوا بتستفادوا مني، كلنا نستفاد سوا. يعني خلوا اليوتيوب ده يا بنات يعني مصدر، مش ان انتوا تتفرجوا على اي محتوى وخلاص، خلوه حد انتوا بتستفادوا منه فعلا. يعني ما تضيعوش وقتكم. يعني الواحد بيشوف حاجات والله ربنا يهدي الناس جميعا يعني. بس يعني ايه خلوه فعلا مصدر ان انتوا تستفادوا منه في حاجة مفيدة، تستفادوا منها في حياتكم يعني. فانا كده العجوه بتاعتي كنت حطيت عليها كده معلقتين زبده كده وعجنتها في بعضها كده وجبتها. وبدات ان انا افرد فيها. عايزه اقول لكم انتوا ممكن طبعا تستبدلوا العجوه دي باي حاجه تانية، بس عشان انا حاطه ريحه الكحك ورشه اليانسون فانا استخدمت عجوه. بدهن وشها كده يا بنات بالزبدة. وبعد كده بجيب القطعة بتاعتي دي من الفريزر وببدأ ان انا ابشرها. طبعا يعني حد يقول لي ما هي دي الباستا فلورا او هي دي المبشورة، لا في فرق، لان الباستا فلورا بتحط فيها بيض والمبشورة بتحط فيها بيض. دي وصفة اقتصادية خالص ما فيهاش لا ده ولا ده. وعايزة اقول لكم يعني انا اللي مخترعاها لنفسي يعني بصراحة. جبت كده بشرت بقى يا بنات اللي هو العجينة اللي فوق دي، وجبت كده شوية سمسم ورشتهم على الوش. وهدخلها على فرن على درجة حرارة من 180 ل 200 على حسب طبعا الفرن بتاعك. بشغل من تحت لحد ما بتاخد لون. ده طبعا باقي لبن جوز الهند اللي اتبقى معايا. انا اليوم ده كنت عامله اصلا، فقلت بقى ايه اللي اتبقى ده احطه في الفريزر عشان ابقى اعمل بيه قرص. فكده زي ما انتم شايفين بقى بعد ما طلعت عايزه اقول لكم تحفه والله، جنب كوبايه شاي بلبن كده ومفيده جدا طبعا بقى للولاد. العجوه حلوه قوي يا بنات، انا عايزاكم تجربوها. هتلاقوها في الفيديو اللي هو بتاع القرص. بس بجد بجد والله العظيم جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. ده انا مبسوطه جدا قوي بالعجوه وبلبن جوز الهند. عايزه اقول لكم فعلا عاطيني كده يعني تشجيع كده ان انا اقعد اعمل حاجات كتير والله يعني. لا فعلا جربوهم يا بنات وان شاء الله هيعجبكم قوي. طبعا زي ما انتم شايفين دي كانت وصفتي وفيديو النهارده. اتمنى يكون يا رب عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.